السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ انا النهاردة جبت ميزان ديجيتال. طبعا كل بيت بيحتاج ميزان، وبالأخص الناس اللي هي بتتابع وزنها او هي مليانة بتحاول ان هي تخس، او ناس بتلعب رياضة. طبعا الميزان ده حاجة مهمة وأساسية. انا من الناس اللي عندي هوس الميزان، يعني اي مكان بروح في ميزان، زي اي صيدلية بروح فيها لازم اوزن نفسي واشوف الوزن بتاعي وصل لفين. طبعا من ميزان للتاني كنت بلاقي اختلاف كبير قوي في من وزني من مكان لمكان. كان ساعات بلاقي وزني عالي فكنت باجي على نفسي عشان اخس، وساعات كنت بلاقي وزني عادي مناسب فكنت بضطر ان انا اكل فلاقي نفسي بتخن. فدي حاجة برضو كنت معرفهاش، ان كل ميزان بيختلف عن التاني. عشان كده لازم احنا لو بنتابع وزننا باستمرار لازم نتابع على ميزان واحد بس. يعني حتى انا لو في صيدلية بوزن فيها تبقى صيدلية واحدة، مش في كذا مكان وفي كذا ميزان. آه، نقيس الوزن لان هيختلف معاكي، مفيش حاجة ثابتة. فانا استقريت ان انا خلاص ان انا هشتري ميزان. طبعا عملت سيرش كتير قوي وسألت وبدأت ادور وكل حاجة، فلقيت ان انسب ميزان هو الميزان الديجيتال ده. فانا طلبته وجالي فهفتحه معاكم. نفتحه مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين كده، انا كنت طبعا طالبة اللون الاحمر ده، بس هو ما كانش متوفر عندهم. بس طلبت الازرق ده وطلع شكله برضه لذيذ مش وحش. كده شكله زي كده، زي ما انتوا شايفين بيبقى عامل زي ازاز كده سميك، ازاز كده سميك، وشكله كيوت والله حلو. يعني من الحاجات اللي انتي ممكن تاخديها حتى معاكي وانتي مسافرة، يعني ممكن تحطيه في شنطة السفر او تاخديه معاكي لو انتي هتروحي مكان فمحتاجة تاخدي الميزان معاكي. فهو يعني حاجة رفيع جدا والى حد ما خفيف، فيعني مناسب. وده شكله بقى من قدام. وهنا بيبقى فيه زي بطارية، طبعا بيبقى فيه بلاستيك احنا هنا لازم نشيلها. زي ما انتوا شايفين كده البطارية دي بنحطها في مكانها. دي طبعا بطارية عاملة زي بطارية الساعات، بنلاقيها عند اي حد بتاع ساعات، او الناس اللي بتبيع الادوات التجميلية بيبقى برضو عندهم البطاريات دي. طبعا احنا مع الاستخدام لاحظ ان الميزان بدأ ما مش بيدينا ارقام دقيقة او بدأ يهنج معانا، فنعرف ان البطارية دي لازم تتغير. وبنجيبها طبعا زي ما قلت لكم من عند اي حد بتاع ساعات ونركبها بكل سهولة، وهي حاجة بسيطة جدا. هنا طبعا ايه، خلاص كده. طبعا انا جيت دلوقتي اشغله فلقيته مش شغال، ففتحت تاني البطارية عكستها لان لقيت هنا علامة بلس. وزي ما انتوا شايفين البلس دي لازم تكون في اتجاه البلس اللي موجودة دي عشان يشتغل. كنت على الاول عاملاها عكس عشان كده ما اشتغلش معايا. كده زي ما انتوا شايفين اهو بدأ اشتغل يدينا ارقام. طبعا هو دقيق جدا فلازم تبقي واقفة او يعني حاطة الحاجة اللي انت عايزة توزنيها
يعني بطريقة دقيقة، عشان هو بيجيب تفاصيل كل حاجة. حتى انتي لما تبقي واقفة لازم تبقي واقفة في نص الميزان عشان يجيب ايه الرقم الصحيح. انا هحاول دلوقتي اجيب معاكم. هو طبعا بيتحرك معايا رايح جاي عشان انا مش ثابتة بتحرك، فعشان كده هو بيتحرك معايا. هو بيبقى دقيق، فبيجيب لك بالظبط الرقم والوزن. آه الوزن بتاعك بالظبط، لانه بيبقى حساس. فعشان كده انا حبيت ان انا استخدم الديجيتال، لان كان في موازين تانية اللي هي عاملة زي الساعة دي مش بتبقى زي دقة الميزان ده. قررت ان انا يعني انا اجيب الميزان ده، وان انا اتابع بقى الوزن، ودولي بقى ان انا اخس. ودايما برضو زي ما انا قلتلكوا نصيحة، ان اي حد هيوزن يوزن على ميزان واحد مش كذا ميزان، لان مش كل الموازين زي بعض، وكل واحد بيبقى واحد حساس، واحد الميزان زيادة كيلو، واحد ناقص كيلو، فمش كلهم زي بعض. فانتي مش هتبقي مستقرة على الوزن بتاعك بالظبط. قيسي دايما على ميزان واحد في اي مكان، يعني حتى لو انتي هتقيسي في صيدلية او في مكان، قيسي على ميزان واحد عشان تقدري توصلي للرقم او الوزن المناسب ليكي. طبعا بتقدري تطلبيه، موجود في الصيدليات، موجود في الحاجات الادوات الطبية، فمتوفر في كل مكان تقدري تجيبيه. وفي برضو على السايتات الاونلاين وعلى النت، فتقدري تشتريه من اي مكان. فهو متوفر، مش صعب اللي انتي مش هتلاقيه، لا متوفر في كل مكان تقدري تطلبيه. انا طبعا طلبته من صيدلية وجالي في نفس اليوم. ف حاجة كويسة قوي ان هي، وفرحت بيها جدا بصراحة. اتمنى بقى الايام الجاية اكون وصلت للوزن المناسب وفرحكم بقى معايا ان انا خسيت. واتمنى اكون قلتلكوا معلومات فادتكم. وياريت تكتبولي في الكومنتات المرة الجاية اكون جبتلكوا ايه واتكلم لكم عنه.